اختتم منتخب ألمانيا مستضيف اليورو مبارياته الودية بالفوز على اليونان ب2-1. وسقط منتخب إنجلترا على يد ضيفه الأيسلندي وديا بهدف. أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني عن قائمة لا روخا لخوض غمار بطولة أوروبا 2024. كشف مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا عن قائمة اللاعبين 26 والذين سيشاركون في يورو ألمانيا 2024. عزز المغرب صدارته للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بفوزه على ضيفه الزامبي ب2-1. أعلن ليستر سيتي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تمديد عقد لاعبي جيمي فاردي حتى يونيو 2025. فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه دالاس مافريكس ب107 نقاط ل89 في افتتاح سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. بلغ الإسباني كارلوس الكاراز نهائي بطولة